المؤمنين. سمي شهر رجب بهذا الاسم لأنه كان يرجب في الجاهلية، ومعنى يرجب أي يعظم، فيقال فلان يرجب فلانا أي يعظم فلانا، ورجل رجيب أي عظيم. فكان أهل الجاهلية يعظمون هذا الشهر تعظيما عظيما، فسمي بشهر رجب لأنه معظما عند أهل الجاهلية، كانوا يعظمونه لتعظيم آلهتهم ومعبوداتهم فيه، فكانوا يذبحون لها الذبائح الكثيرة. وكان لتعظيمهم شهر رجب يضعون السلاح ويضعون الرماح، فلا ينشبون فيه حربا ولا يقطعون طريقا ولا يسفكون دما، ويؤمنون السبل والطرقات. وكان الناس إذا أرادوا الخروج والتجارة والسير في الطرقات الطويلة خرجوا في رجب، فجاء الإسلام فأقر ما كان حسنا وحرم ما كان قبيحا، فما كان من عدم الاعتداء والكف عن الدماء والحروب وقطع الطريق أقره الإسلام، فجعل الشهر رجب من جملة الأشهر الحرم التي دعانا الله فيها ألا نظلم أنفسنا فيها. وأما ما كان محرما فجاء الإسلام يحرمه تحريما بينا واضحا. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أيها الناس هو أول النتاج الذي يخرج من البهائم. كان أهل الجاهلية يقدمونه لآلهتهم تعظيما لها، فإذا وضعت البهيمة أول مولود كان هذا نصيب آلهتهم يقدمونه لآلهتهم تعظيما لها والعياذ بالله. وأما العتيرة فهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يقدمونها في شهر رجب لآلهتهم، فجاء الإسلام فحرم هذا الشرك وسائر أنواع الظلم، وأقر ما كان حسنا، وهو أنه شهر حرام له حرمته كبقية الشهور، وليس له شيء من الفضائل تخصه ولا من العبادات المخصوصة فيها. ولهذا قال سبحانه: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها الناس، وأي ظلم وأي جرم وأي افتراء أعظم من الكذب على الله ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل شهر رجب وأحاديث كثيرة تخص بعض العبادات في شهر رجب، وهذا كله أيها الناس من الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد من الأحاديث في فضل رجب أو تخصيصه ببعض العبادات، لا في أوله كشد الرحال إلى مسجد الجند، ولا في وسطه كصلاة الرغائب، ولا في آخره من الذبح والصيام، على أن ليلة 27 عرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من ذلك شيء. والله عز وجل
وجل أخفى علينا تاريخ يوم إسرى ومعراج نبينا صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها جل جلاله، حتى لا يحصل مثل هذا الابتداع ومثل هذا الغلو ومثل هذه المحدثات التي ليست من دين محمد ولا فعلها. ولو سلمنا جدلا أن رسول الله عرج به ليلة 27 من شهر رجب، فإن النبي لم يحتفل فيه ولم يصم فيه ولم يذبح فيه ولم يصلي فيه ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة، ولم يفعل ذلك أحد من بعد موتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكل ما جاء من الأحاديث في فضائله أو فضل شيء من العبادات فيه أو غير ذلك مما ذكرناه ومما لم نذكره فهي أحاديث كذب بها على رسول الله. ألا وإن من جملة من كذبوا على رسول الله فوضعوا أحاديث لشهر رجب في فضائله وفي اختصاصه ببعض العبادات. رجل اسمه مأمون ابن أحمد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومأمون هذا غير أمين. مأمون هذا غير مأمون ولا أمين. ولقد ذكروا أنه وضع 100,000 حديث على رسول الله كلها كذب وزور. وأما الذي كذب ووضع حديثا على صلاة الرغائب في شهر رجب فهو رجل اسمه علي ابن عبد الله ابن جهضم، وهو من الوضاعين الكذابين المفترين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، فلأجل ذلك اشتد نكير السلف رضي الله عنهم لمن يعظم هذا الشهر أو يختصه بشيء من العبادات دون غيره. فقد روى سعيد بن منصور في مسنده بسند حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دخل رجب يضرب أيدي رجال إذا دخل رجب إذا ارتفعت أيديهم عن الطعام، أي إذا صاموا نهاره فكان يضربهم في الأيدي حتى توضع أيديهم في الطعام كناية عن الأكل والشراب في نهاره، ويقول: إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه. وروى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن صيام شهر رجب كله، وكان يقول: أن يتخذ عيدا. فيا عباد الله، ليس هناك أدلة أن نصوم شهر رجب أو أول رجب أو وسط رجب أو آخر رجب ولا شيء من أيامه، فلذا ولا كذلك هناك صلاة تخص شهر رجب ولا شيء من العبادات. هو شهر من جملة الشهور لا تعمل فيه ما تعمله في غيره من الشهور. فمن كان معتادا في بقية شهور العام أنه يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويصوم 3 أيام ويقوم الليل أو بعض الليالي ففعل ذلك في شهر رجب فلا تثريب عليه وذلك جائز. أما من كان طوال عامه لا يقوم ليل ولا يصوم 2 ولا خميس ولا 3 أيام من كل شهر وإنما يخص ذلك إذا جاء شهر رجب، فإن ذلك مما لم يأذن به الله. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا
ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيا أيها الناس، بل الواجب أن نبتعد عن هذا الظلم الذي نهانا الله عنه، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويجب علينا عباد الله حتى نكون كما أراد الله أن نلتزم العدل، كتاب الله وسنة رسول الله على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ربنا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا عدل ولا إحسان أعظم من التمسك بكتاب الله وتحقيق التوحيد له والقيام بالإخلاص له وترك الشرك والرياء والسمعة. وهكذا لا عدل ولا إحسان أعظم من اتباع رسول الله وترك مخالفته وترك البدع والمحدثات. ولا عدل ولا إحسان أعظم من أن نتبع هدي السلف رضي الله تعالى عنهم، وهم الصحابة الذين رضي الله عنهم وعن أتباعهم ومن سار على طريقتهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم. اللهم احفظ علينا ديننا ودماءنا وأموالنا وخيراتنا وبلدنا وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأعراضنا ودماءنا وخيراتنا بسوء اللهم واشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه يوما أغبرا. اللهم أرنا فيه مثل يوم الأحزاب. اللهم عليك بالقوم المعتدين، اللهم عليك بالقوم المعتدين. اللهم أصلح الراعي والرعية واهد الأمة المحمدية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.